النهارده ان شاء الله هعمل معاكم سمك مقلي. تمام. طبعا بالحاجات اللي جنبه كده هقدمه لكم بالحاجات، جرجير بقى ورز وطحينه وكده حاجات جنبه. تمام. طبعا انا مش بعلم حد، والله مش بعلم حد، لان انتوا كلكم شطار وكلكم احسن مني كمان في الطبخ. انا بشارككم يومي عادي، بشارككم انا عملت ايه وكده. وانا اصلا يعني انا بحب التصوير من غير اي حاجه، انا بحب التصوير وبحب اصور وكده. تمام. هنا كنت جايبة السمك متنضف. تمام. يعني متشال بطنه وكده يعني والخياشيم بتاعته وكده. متنضفة والقشر اللي عليه من بره متشال. بس كان فاضله بس ان انا ايه يعني اغسله غسلة كويسة وكده ونضفه تنظيفة تمام يعني، علشان لو في بواقي حاجة ولا كده. وطبعا اشيل منه الزفارة بقى، لان طبعا مش هتجيبيه من بره على طول على يلا يحشي واقلي وكده وخلاص. لا. فجبته كده وحطيته في الحوض. على فكرة الحوض نضيف جدا وانا بغسله كل شوية يعني، من غير سمك ومن غير اي حاجة انا بغسله كل شوية. وهنا جبت الفرشة دي، لانه بيبقى فيه في السلسلة بتاعة الظهر كده يعني حتة مش بترضى تطلع مع الراجل اللي هو بينضفها وكده. فببدأ اغسل بقى الحتت السوداء اللي في الجنب دي اللي بتبقى مكان البطن، وبغسل بقى الحتة التانية اللي هي اللي في السلسلة دي. طبعا بشغل مية علشان يعني اللي اشيله ما يلزقش في السمك تاني، ينزل في المية. تمام. وهنا خلاص. كنت بدأت بقى انضف في الجناب من هنا ومن هنا. والله يعني السمكية الواحدة بتاخد وقت كتير، بس انا بجري الفيديو يعني ومش بخليه ياخد وقت كتير وكده. تمام. علشان ما تزهقوش وتملوا. فهنا كنت خلاص يعني بوريها لكم اهو، كنت بدأت اخلصها. وانضف بقى الظهر بتاعها وكده. تمام. وبدأت تبقى بيضة، بس لقيت فيها حتة سودا كده من الجنب. قمت مسكتها قلبتها وبعدين مسكت بقى الفرشة تاني وقعدت اغسلها جامد. بالمناسبة الفرشة دي بيبقوا 3 مع بعض، انا جايباهم من اول ما اتجوزت اصلا يعني في الجهاز بتاعي وكده. جايباهم كانوا 3 مع بعض، دي اللي كانت فاضلة فيهم والله، دي اللي قعدت فيهم بصراحة. هي بتاعت بوتاجاز وكده وبتاعت دهون وحاجات من دي، بس انا بستخدمها، هي لها كذا استخدام طبعا، كل واحدة فيهم لها استخدام. بس دي انا لقيتها بلاستيك وحلوة فقلت اخلص يعني اعمل بيها بقى السمك وكده. وهنا كنت خلاص خلصت كله نضفته كله. تمام. ورجعت نقعته شوية وبعدين لقيت بقى ان انا لسه ما شلتش العين اللي فيه دي، انا مش بحب يتقلي وتبقى فيه عين بصراحة، ببقى قرفان وانا باكله. تمام. فبدأت ان انا اشيل العين منه، من كل السمك. تمام. وبعدين حطيت عليه مية وجبت بقى طماطم وليمون وكده، وبدأت اعصر عليه بقى الطماطمية كده افتحها عليه والليمونة كمان. كنت عايزة احط دقيق وكده بس ما كانش فيه وقت. وبعدين هنا بدأت اعمل الدقة، جبت هريسة شطة وحطيت معلقة كمون صغيرة، وحطيت معلقة كزبرة. تمام. وهريسة الشطة عندي فيها ملح اصلا يعني، بس لو حبيتوا تزودوا عادي يعني، انا ساعات بحب ازود ملح وكده. وبعدين جبت بقى، جبت جبت خضرة جبت خضرة سلطة. انا مش عارفة ليه الخضرة معايا بتظهر صفرة، والله يا جماعة والله هي مش صفرة، هي بتبقى خضرة عادي. وبعدين حطيت جبت بقى، حطيت عليهم التوم، وحطيت عليهم عصير ليمون. تمام. وبعدين عملتهم مع بعض كويس. وجبت هنا السمك بقى، قعدت افتح فيه وكده، قعدت يعني فتحت الكمية كلها. تمام. طبعا يا جماعة احنا مش هناكل كل السمك ده، احنا اكلناه على مرتين، لان احنا يعني احنا 2 بس ومعانا طفلتين اصلا. يعني بناتي مش بياكلوا، يعني بناتي اكلتهم ضعيفة قوي وقليلة. فجبت. بس هنا كده بقى كنت بدأت ان انا اتبل بقى وكده، ويعني وتبلتهم كلهم. تمام. لو في بقى عايزه تحطي ملح وكده بتتبلي بيه السمك من بره، بس انا مش بحب اكتر توابل كتير بصراحه يعني مش بره وجوه وكده عشان ما يضيعش طعم السمك. هو السمك بيحب الليمون وبيحب الكزبره والكمون وكده، بس مش ببقى عايزه احط كتير عشان ما يخليش الطعم مش حلو. وهنا كنت حطيت كان عندي معلقتين نشا بحطهم علشان اخلي السمك يبقى مقرمش وانا بقليه. تمام. وبعدين بقى رجعت حطيت
تاني كمون وكزبرة وكده، وقلبتهم كويس مع بعض، يعني كمون وكزبرة في الدقيق نفسه، وحبة ملح، وقلبتهم قلبتهم مع بعض كويس قوي. تمام. بحيث ان هما يعني كل السمك يبقى واخد من كل حاجة. وهنا بقى كنت حطيت السمكية، وعلشان احط الدقيق عليها واقلبها وكده. تمام. قلبتها في الدقيق. بدأت اقلب بقى هنا في الدقيق من الجنب ده للجنب ده. انا مش بحب اكتمها بالدقيق قوي، يعني انا بحب ان انا لما احطها في الجنب ده شويه والجنب ده شويه، يعني بنفضها كده تنفيضه كده خفيفه، بحيث ان هي توقع كل الدقيق اللي عليها من بره، وتبقى فيها يعني طبقه الطبقه اللي من بره دي تبقى كريسبي كده وحلوه، يعني ما تبقاش فيها دقيق كتير تيجي تاكلي تلاقي دقيق يعني. وهنا بقى كنت نفضتها تاني لما لقيت عليها حبة دقيق كتير تانيين، يعني غير بعد ما نفضتها، فحطيت دقيق تاني وكده. وهنا بقى كنت بعمل تاني سمكية. والله يا جماعة حطوا معلقتين النشا بجد، بيفرقوا، والله بيفرقوا، بيخلوا سواء في البانيه او في السمك، بيخلوا الحاجة مقرمشه كده وفيها طبقه كده هشه كده ومنفوخه، مش بيخلوها ان هي يعني مكتومه زي الدقيق او كده. سواء بقى هتعملوا سمك، او هتعملي بانيه، او هتعملي اي حاجه تانية مثلا يعني زي البروستد او كده، برضو حطي معلقتين النشا. والله والله عن تجربه بيفرقوا جدا 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 في ان هم يبقوا مقرمشين وكده. هنا كنت عملت 3 سمكات. تمام. آه وهنا كنت وريتهم لكم خلاص، بس هشطف ايدي شطفة خفيفة كده وهرجع بقى اوريكم هعمل ايه. تمام. طبعا باقي الدقيق اللي بيبقى متبقي ده مش بنرميه يا جماعة، يعني كل حاجة غالية، فبتحطيه في كيس وكده، يعني بتعمليه، بتنضفي الحاجات اللي فيه وكده، وتحطيه في كيس في التلاجة. وانا كنت خلاص حطيت سمكتين على البوتاجاز، وكنت بحط في التالتة. تمام. وبدأت بقى ايه، بدأت ان انا اروح اشوفهم كده كل شوية، يعني الجنب ده اتحمر ولا لا، وبعدين لقيته اتحمر، فقررت ان انا اقلبه، وقلبته الجنب ده، والجنب التاني برضو قلبته شوية، يعني لما ده اتحمر خالص واخد التحميرة بتاعته والقرمشة، عملته على الجنب التاني، علشان مش كل شوية تقعدي تقلبي فيه بيشرب زيت منك، بيشرب زيت وبيبقى مش جميل، بيبقى مش مقرمش، يعني بيبقى طري وكده. وهنا خلاص بقى كنت خلصت السمك. تمام. وده كنت عامله بقى جنبه طحينه وجرجير وسلطه، وطبعا يا جماعه ليمون، ما تنسوش الليمون، وخس كابوتشي. والسلطه عاملاها كبيره لان احنا مش بنحب السلطه اللي هي الصغيره دي، لا انا ولا جوزي بنقرف منها جدا كمان، يعني مش بنحب ان احنا ناكلها. وجوزي مش بياكلها من ايد اي حد، يعني لازم انا اكون عاملاها. كنت عامله رز طبعا وكده، علشان عندي البنات الصغيرين وكده بياكلوا رز ومع السمك. واما انا وجوزي بقى بناكل عيش عادي، مش بنقول لا، يعني السمك بصراحه جميل ويتحب في اي وقت، وده كان الشكل النهائي بتاعه. و... ويا رب يعجبكم. ودي كانت أبلة إلينا موجودة معانا، بتبصلي دكتورة إلينا كانت موجودة معانا، ان شاء الله يا رب يا رب اكتبها لها وتبقى دكتورة جميلة يا رب. وده كان السمك، وجربوا طريقتي كده فيه في اللي هو القلي اللي هو بالنشا، والله هتعجبكم أوي ان شاء الله بإذن الله. والف هنا وشفا على قلوبكم، والف هنا وشفا على قلب بناتي وجوزي يا رب.